يا مساء الورد والياسمين على حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هندمس الفول زي بتاع العربيات بالظبط، وهيطلع معانا كهرمان زبدة كده، وبمكونات بسيطة موجودة في كل بيت. وازاي نسويه التسوية الصح علشان يطلع طعمه أحلى من بتاع برا، وازاي نعرف نختار نوعية الفول اللي تنفع للتدميس. هنا عندي نص كيلو فول بلدي ينفع للتدميس. الفول ازاي نعرف ان هو ينفع للتدميس؟ نختار الفول اللي حبايته صغيرة، ده اللي هو ينفع ان احنا ندمسه. لكن الفولة اللي حبتها كبيرة دي بتكون للنابت مش للتدميس خالص. هنا عندي الدماسة اللي هسوي فيها الفول. باخد كمية الفول بتاعتي واغسلها غسلة كويسة وانقعهم، وضروري النقع مش اقل من 8 ساعات. انا نقعتهم من بالليل والصبح ابدأ اسويهم، وطبعا لو مستعجلين ممكن ننقعهم في مية سخنة خالص المدة ما تقلش عن ساعتين، وبعد كده نبدأ نسويهم. أنا عملتهم من بالليل، هنبدأ نسويهم الصبح. هنا تاني يوم الصبح عندي جزرتين كبار مقطعاهم بالشكل ده، او ممكن كمان نحطهم مبشورين. وكمان عندي حوالي طماطمية متوسطة، بس انا استخدمت الطماطم التشيري، فانا حطيت 6 او 7 كده بمعدل طماطمية متوسطة. وهضيف معلقة كبيرة من البيكربونات، دي المعلقة دي صغيرة فانا حطيت منها 2 بمعدل معلقة واحدة. مش هحط اي حاجة تاني ولا ملح ولا اي حاجة تاني. المهم نخلي المية فوق الفول حوالي 10 سنتي على الأقل، يعني كمية الفول ما تتخطاش نص الدماسة، والنص التاني طبعا مزودينه المية. بعد كده هرفعهم على النار، بياخدوا من 3 ساعات ونص ل5 ساعات على نار هادية بالشكل ده. طبعا الفول هيستوي بعد ساعة أو ساعة ونص من أول ما رفعناه على النار. لكن احنا عايزين الفول يبقى الطعم بتاعه حلو زي بتاع كده العربيات البرة والمطاعم بتاعت الفول. شايفين هنا طالع شكله عامل ازاي؟ هنا بعد ما عدى عليه 4 ساعات كنت فصلت عليه. شايفين لونه عامل ازاي؟ مع انه ما ضفتلوش عدس خالص ولا فول مدشوش. الفول المدشوش عامة بيدي قوام للمية بتاعت الفول، بس مش اكتر من كده. انا الفول بتاعي هنا انا خليته 4 ساعات على النار. شايفين هنا اللون بتاعه عامل ازاي؟ ما ضفتلوش اي اضافات لسه. هنبدأ نظبطه طحينة وزيت وليمون وملح وكمون ونفطر بيهم. أتمنى الوصفة تكون سهلة وسريعة واستفدتوا منها، والكل يعمله في البيت، بلاش نشتريه من برا، أنضف بكتير في البيت وأرخص كمان وأطعم. شايفين هنا بعد ما ضفت له الإضافات بتاعته بأمانة كان طعمه روعة. أتمنى اللي أول مرة يشوف قناتي ياريت يشترك ويفعل زر الجرس ولايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك. إن شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.